بيسعى برغم ضيق الحال برضه. متابع هنا ان هو ما عندوش بضاعه. الراجل عنده عزه نفس، يعني بسم الله ما شاء الله عزه نفس رهيب. فعلا بنظهر في الاوقات اللي هي زي دي احنا اطيب شعب في العالم. والله انا هنا جاره بقالي شهرين فاتح محل جنبه، فمتابعه يعني بشوفه على طول. جنبنا المحل اللي جنبه على طول، يعني في الراحه والجايه بشوفه. هو راجل بسم الله ما شاء الله مجتهد جدا، بيسعى برغم ضيق الحال برضه، والامكانيات ما كانتش قد كده، بس هو مصر ان هو ينزل كل يوم مثلا بدري الساعه 9. بيفضل برضه مكمل يومه اللي هو العادي والروتيني العادي لحد مثلا اخر النهار الساعه 11 بيروح بيته عادي. فانا تابعت اصراره ده، يعني انا متابع هنا ان هو ما عندوش بضاعه. تمام، فانا اللي هو انا اتكلمت مع نفسي، طب الراجل ده ما فيش بضاعه او ما فيش بيع ما فيش زبون، اصراره ده جاي من ايه؟ حتى جيت بقى فتره كده قلت انا اروح اكلمه او احاول استنتج اي حاجه يعني. المهم جيت اللي هو اليوم اللي هو امبارح او اول امبارح اللي هو اليوم اللي انا نزلت فيه البوست، سلمت عليه وبتاع وقلت له انا جارك محمد هنا، عند حضرتك كذا مثلا، سالته على بضاعه معينه، يعني انا عارف ان هي مش موجوده بس انا حابب استنتج حاجه بس. عندك كذا؟ قال لي لا. عندك كذا؟ لا. طلع ما عندوش الا حاجات، هي حاجات بس كام جردل اللي انا مصورهم دول اصلا. المهم جيت قلت له طب انا مش ملاحظ، يعني انا هنا جنبك مش ملاحظ ان في زبون مثلا بيقف او في بضاعه بتنزل العادي يعني بتاع المحلات. قال له والله هي الدنيا الحمد لله ماشيه بالعافيه، بس هي متراضيه وبتاع، والراجل عنده عزه نفس، يعني بسم الله ما شاء الله عزه نفس رهيب. انا بشكر اي حد، اولا بشكر الشعب المصري كله، لان احنا بامانه الله اقسم بالله احنا اطيب شعب في العالم. شعب طيب فعلا بنظهر في الاوقات اللي هي زي دي. تمام، فيا ريت كلنا نحب الخير لبعض ونحب جيراننا وانا عايز الفت نظر برضو الناس، اوجه رساله للناس ان عم محمد ده موجود في كل منطقه وموجود في كل شارع وموجود في كل جار من جيرانكم. فيا ريت تقف جنب جارك وادعم جارك حتى من غير تصوير، مش شرط تصوير. وانا بناشد حضراتكم برضو ان تنزلوا الشارع وصور الناس الغلابه، الناس الغلابه ماليه الدنيا، صور والشعب المصري كله وراك. انا بوجه رساله للشعب المصري كله، الشعب المصري كله مفيش اطيب منه، واحنا هنا عند عم محمد السيد بسم الله ما شاء الله الراجل يستاهل كل خير، وفعلا احنا عملنا اللي احنا نقدر عليه واللي جاي سايبس. بص انا مبسوط جدا للشركه وناس محترمين وما قصروش، بمجرد ما شافوا البوست تواصلوا معانا وما قصروش في اي حاجه، وحتى عم محمد مبسوط منهم جدا، والراجل بيدعي لكم، وشكرا لكل واحد دعم وكل واحد وقف وقفه رجاله. اللي جاي سايبس. وهو طبعا اتولد هنا وعارفه بقالي اكتر من 40 سنه من والده. لما والده توفى هو خد المكان وقعد في الشغلانه ابا عن جدا. والله من امبارح لحد دلوقتي الحمد لله الظروف احسن من الاول، والناس كلها ربنا كرمه، والناس جات له وجابت له الحاجات اللي هو ما قالش عليها جابوه وما قصروش معاه في حاجه. والله كتر خيرها وتشكر، كتر خيرها مليون مره. بحب اقول لشركه سايبس كتر خيرها انها برضو بتبص للناس اللي ظروفها على قدها وبتقف جنبيها وبتساعدها، وعملت الواجب وزياده. اللي جاي سايبس.